السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. جربتي تعملي الكيك بجيلي الفراولة قبل كده؟ لا ما جربتيش. طب هاتي بقى باكت من جيلي الفراولة وهاتي الخلاط بتاعك ويلا نعمل احلى صينية كيك ممكن تكوني اكلتيها قبل كده. الكيك بيتكلم عن نفسه ان كان من اللون او الارتفاع او الهشاشة، فهو تحفة بصراحة. اما الطعم بقى الميكس ما بين الجيلي الفراولة ومكونات الكيك نفسه واخد طعم الكيك لمكان تاني وتالت ورابح كمان. بجد لو جربت الكيك ده تقريبا كده اسبوعيا لازم هتعمليه. ويلا بقى ندخل بالمقادير على طول. في الخلاط بتاعك هتنزلي بباكت من جيلي الفراولة او اي طعم جيلي انت بتحبيه، على فكرة ينفع في الوصفة دي. هنزل عليهم كمان يا بنات بكوباية وربع من السكر، ربع معلقة صغيرة من لون الطعام البودرة او السائلة، وده اختياري ممكن تستغني عنه. انا استخدمته بس علشان اعزز اللون شوية، او انا بصراحة بحب الفواتح. نزلت عليهم كمان يا بنات بكوباية ونص من الحليب المغلي، ولازم الحليب يكون مغلي عشان الجيلي والسكر يدوب. هضرب كده حوالي من 4 ل5 دقايق وهسيبه لما يبرد تماما، ودلوقتي هقولك ليه. بعد الخليط ده ما برد هنزل عليه بكوباية من الزيت بنفس طبعا الكوباية اللي احنا مستخدمينها، وهضرب لمدة دقيقة او دقيقة ونص لحد بس الزيت ما يتجانس مع المكونات اللي في الخلاط. 3 حبات من البيض بحرارة الغرفة، باكت من الفانيليا البرتقان او اي نوع فانيليا موجود عندك، معلقة كبيرة من الخل الابيض. وبعد كده هضرب المكونات ده تاني كده لمدة دقيقتين لحد كل المكونات ما تختلط مع بعضها، وكده معانا المكونات السائلة هنركنها على جنب. المكونات الجافة بقى في بولة هنزل ب3 أكواب من الدقيق او الطحين، هنزل عليهم بباكت من الكيك شيف او البيكنج باودر بما يعادل يعني معلقتين كبار، ورشة صغيرة كده من الملح، وهنخل المكونات دي. وفي الوقت ده يا بنات انا مشغله الفرن يسخن، لازم الفرن يكون سخن مسبقا، دي من اهم عوامل نجاح الكيك. بعد ما نخلت المكونات الجافة هنزل بقى بالمكونات السائلة اللي كانت موجودة في الخلاط. طبعا ما تسيبش اي حاجة خالص في الخلاط، وبالمضرب اليدوي هبدأ ان انا اخلط المكونات مع بعضها. مش هبالغ في الخلط، انا عايزة بس ما يكونش متبقي تكتلات من الدقيق. وانا سبت الخليط يبرد لان البيض ما كانش انضرب لسه. لو الخليط سخن البيض هيستوي كده. شايفين القوام قدامكم؟ ده القوام. المقادير بصوا مظبوطه بالملي. بالاسباتيلا بقى اتاكد كده ان المكونات كلها ايه تداخلت مع بعضها. هجيب بقى صينيه مقاس 32، طبعا صينيه الكبيره العملاقه، يعني عايزه اقولك تكفي الاسره، مكونه تقريبا من 10 افراد او اكتر. مسحتها مسحة زيت كده وبطنتها بالدقيق، وهبدأ ان انا اصب الكيك بتاعنا. طبعا القوام باين قدامكم. هديها خبطتين كده وهدخلها الفرن، بطفي من فوق وبشغل من تحت بس، وبدخلها في الرف اللي في النص ومش بفتح عليها قبل نص ساعة. اخدت مني بالظبط تسوية يا بنات 35 دقيقة. هبدأ بقى ان انا اختبرها بخلة اسنان او بعود شيش طاووق نضيف. يبقى كده تمام. شايفين بقى المنظر قدامكم قد ايه مرتفعة وما فيهاش اي فراغات، واللون تحفة يا بنات. اللي مديها اللون الفاقع ده لون الطعام اللي احنا ضفناه. وطبعا لو ما ضفتش لون طعام هتبقى برضو لونها احمر وحلو، بس انا يعني بحب ان انا اعزز اللون يكون يعني فاتح كده، بحس كمان يظهر شكله حلو في التصوير. لكن انت لو بتعمليها في البيت مش مضطر ابدا ان انت تضيفي اي الوان طعام. زي ما انت شايفة قدامك بجد يا بنات ريحتها تحفة، كانت قلبة المكان كله. الولاد ادمن ما كانوش فعلا حرفيا ما كانوش مستنيين، يعني مش صابرين لما اخلص تصوير. تاكل كده معلقة ورا معلقة بتدوب في البق دوبان. اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا من الفيديو. ما تنسوش يا بنات تعملوا لايك وكمان تشتركوا في القناة. اعملوا مشاركة للفيديو ده عشان يوصل لعدد كبير من الناس، ويشرفني جدا ان انا اعرف بتتابعوني من اي بلد. اتمنى السعادة والخير والتوفيق للجميع. هسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم.